السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي افنان ايمن. وصفة النهاردة البط المشوي في الكيس الحراري، وهنحشيه خضار مشكل. هنبدأ بالطريقة، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة هنعملها تتبيلة البط. عندي حبايتين طماطم وسط، وبصلة كبيرة، وحبات فلفل اخضر وسط هقطعهم شرايح، والبهارات معلقة كبيرة ممسوحة ملح، ونص معلقة صغيرة من كزبرة، السبع بهارات، كاري، بابريكا، فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة صغيرة شطة. هاخد الطماطم والفلفل الاخضر والبصل اضيفهم للكبة، واضيف عليهم معلقة كبيرة صلصة طماطم، ومعلقة كبيرة دبس رمان او عسل اسود، ومعلقتين كبار خل ابيض، ومعلقة كبيرة سمسم. السمسم بيدي طعم جميل جدا للمشويات. واخد الخليط افرمه كويس جدا، وهقلب البهارات مع بعضها كويس، وبعدين اخد نصها للخليط اللي احنا فرمناه، واخلي النص التاني عشان هنحتاجه دلوقتي. وهقلب البهارات مع الخليط، وهنا البط بعد ما سبتها في محلول النقع ليلة كاملة هعمل لها فتحات بالعيدان الخشبية او بالسكينة او بالشوكة عشان يوصل لها التتبيلة. محلول النقع مية عادية من الحنفية، هضيف لها معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وشرايح ليمون او برتقان، وانزل بالخليط اللي احنا جهزناه، وبايدي بقى اتبل البطة من فوق ومن تحت، اوصل الخليط لكل جزء فيها. وهنا عندي حباية من كل نوع، فلفل اخضر، جزر، كوسة، بطاطس، طماطم، بصل. هضيف عليهم باقي كمية البهارات وهقلبهم كويس مع بعض. وبعد ما قلبت الخضار كويس جدا مع البهارات هضيف ربع كوباية زيت، وناخد الخضار بتاعنا ده ونروح للبطة، وابتدي احشي البطة بالخضار المشكل، وما تملهاش للاخر علشان الخضار يستوي. وبعدين اقفلها بالعيدان الخشبية، الاكياس الحراري بتبقى احجام مختلفة. شوفي الحجم المناسب للبطة اللي معاكي، ولو جه كبير شوية مش مشكلة، المهم ما يبقاش صغير او ضيق على البطة. هضيف البطة للكيس، وكمان هضيف الخضار اللي فاض معايا برا الكيس عادي مش مشكلة. هجيب الصينية او البايركس او الطاجن اللي هيدخل الفرن، واضيف البطة، وبالعيدان الخشبية هعمل لها فتحات او بالسكينة علشان الكيس ما يفرقعش في الفرن. واضيف كوباية مية سخنة، واغلف البايركس كويس جدا بورق الالومنيوم
مرة واتنين. وأدخل البايركس فرن على درجة حرارة 150 رف أسفل لمدة ساعة ونص. وبتفرق من نوع بط للتاني، في بط حجمه كبير وبياخد وقت على ما يستوي، فساعة ونص وتشوفيه. لو ما كانش مستوي تسيبيه ربع ساعة كمان. هنا البايركس بعد ما طلع من الفرن هشيل الكيس الحراري وكده. البط مش محتاج ان انا ادخله الفرن احمره. واضيف البط لاطباق التقديم. عملت معاكم قبل كده نوعين من البط، البط بالمرتة الدمياطي والبط بعصير البرتقال. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبكده يكون فيديو اليوم خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد.